ازيكم يا شباب. وفي الفيديو ده عايز اديك كده نصايح وانت بتشتري تيشيرت الاهلي او الزمالك. تمام. يعني يا ريت تتاكد ان العلامه بتاعته بارزه، علامه الشعار بتاع النادي بتاعك بارزه. النادي الاهلي مثلا، بص هنا الشعار بارز، علامه اديداس، كل الكلام ده يا جماعه مهم جدا. ودايما تتاكد ان المقاس بتاعه يعني واسع. يعني دايما انا بنصحك، يعني بنصحك ان انت تجيب 2 اكس. يعني التيشيرت اللي انتوا شايفينه دوت ده 2 اكس. 2 اكس يعني جيب 2 اكس، جيب 3 اكس كده. يعني ايه؟ دايما جيب ايه يعني المقاس الاكبر. جيب ب 2 اكس، 3 اكس، 4 اكس. ما تجيبش يعني إيه اللارج او كده، لا بيبقى وحش، ما بيبقاش حلو. فدايما وانت بتجيب تيشيرت الاهلي او الزمالك، يعني جيب دايما المقاسات الكبيره، اللي هي المقاسات اللي هي 2 اكس، 3 اكس، 4 اكس. ما تجيبش اللي هي المقاسات الصغيره، ما بتبقاش حلوه. في تيشيرتات الكوره ما بتبقاش حلوه خالص. فيعني دي نصيحه يعني مني، وانت بتشتري تيشيرت سواء الاهلي او الزمالك، دايما جيب يعني المقاس الاكبر. يعني التيشيرت اللي انتوا شايفينه قدامكم ده 2 اكس، ده 2 اكس لارج. تمام. بس كده دي حاجه ايه حبيت كده اقولها لكم يعني في الفيديو دوت. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.